السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة وفي احسن حال. يوم جديد ونشاط جديد ان شاء الله. الفيديو كده يعجبكم، بس بالله عليكم من الاول كده تعملوا لي لايك. هنعمل الاول كده. هننقع الفول لمدة 12 ساعة. ماشي. ولما نيجي نختار الفول اللي احنا هنعمله للتدميس نختاره لونه فاتح، ما نختارش الغامق دوت خالص، ما نجيبهوش. نختاره لونه فاتح. الرز الفول اللي هو البلدي، الفول البلدي الابيض. هننقعه بقى كده حوالي 12 ساعة. ماشي. انا نقعته يعني ايه من بالليل. ده كان كده تاني يوم. بصوا الفول بقى عامل ازاي، حجمه زاد وبقى تمام. لان طبعا احنا لما ما بننقعش الفول بيبقى فيه حاجات ما يعني مش كويسة على صحة الانسان. تمام. معايا بقى كده حلة فيها مية بتغلي. طبعا الفول دوت متنقي. لازم تنقيه من اي خشبة فيه، من اي فولة مش كويسة مسودة، نستبعدها تماما. حطيت بقى الفول كده كده كله في المية المغلية، وتعالوا نشوف بقى انا مجهزة احط له ايه. انا بشرت 3 جزرات، وكمان بشرت بطاطسايه. بشرتها عشان الحاجات دي كلها مش هتبان في السوا يا جماعه، ما تقلقوش. وطبعا بصلايه وطماطمايه. ماشي. الحاجات دي كلها بس هتديله طعم جميل، وهتديله لون. طبعا الجزر هيديله اللون الفاتح الجميل، والحاجات دي كلها مقبلات مع الفول. بصوا يعني لو عملتوه بالطريقه ديت الفول هيروح يعني في مكان تاني. طعمه هيبقى جميل جدا. ومعايا كمان 3 فصوص من الثوم. قطعتهم كده عشوائي، يعني تقطعهم بأي طريقة او ممكن تحطوهم كده، ما فيش مشكلة خالص. وكمان معايا ليمونتين عصرتهم علشان اللون يبقى فاتح وما يسودش معايا. تمام. اهو بالشكل ده كده. وشوية كمون بقى علشان الريحة الحلوة وهو بيستوي كده. تدينا بقى ايه الريحة، وكمان علشان الفول بيعمل غازات في القولون والكلام ده كله. الكمون برضو بيهدي من الغازات والحاجات ديت. سبته بقى كده وما غطيتش الحلة تماما لغاية اما غلي. الفول معايا كده غلي بالطريقة ديت. بقى كده هبدأ اوطي عليه خالص على العين الصغيرة، ماشي يعني على اوطى حاجة، واحكم الغطا باحكام. طبعا كان عندي غسيل وكان عندي شوية حاجات هنعملهم ونشوفهم دلوقتي مع بعض كده. انا بشارككم يومي. والله ربنا يعلم معزتكم عندي. انا بحبكم كلكم. انا ما شفتكوش بس بحب كل اللي بيكتب لي تعليق. بحب كل اللي بيقول لي كلمة حلوة بتفتح نفسي على الدنيا، وبتفتح نفسي كده اللي انا اشتغل وانتج. تمام. واقول لكم ربنا يجازيكم عني كل خير. وبشكركم من داخل مصر وخارج مصر. واقول لكم ربنا يسعدكم ويسر لكم كل امر عسير يا رب العالمين. وبالمره كده خدت الفرش بتاع الكنب، وبقول لكم هنا كمان اهو المخدات ديت اللي انا كنت منجداها وبحافظ عليها، اللي انا بحط لها فرش تحت الفرش بتاعها الاصلي علشان احافظ عليها وما تتوسخش وما تتطربش. تمام. لميت الفرش بتاع الكنبه برضو بقالي فتره كبيره ما غسلتهوش، فقلت بالمره والغساله شغاله. نقول الدعاء بتاعنا بقى: اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وسد الدين عن المدينين. اللهم ارزق كل مشتاق للذرية الصالحة عاجلا وليس آجل. اللهم لا تجعلنا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الغسيل طبعا في الغسالة يا حبايبي بيسهل عليا كتير قوي من الوقت والمجهود. بس للأسف فرحة ما تمت يعني الحمد لله الحمد لله. كان في اليوم دوت النور قطع عليا وانا لسه ما خلصتش الغسيل، يا دوبك غسلت غسلتين كده عليها. وبعد كده بس الحاجات اللي كانت التقيلة، يعني اللي انا ايه الحمد لله، يعني الحاجات اللي هي ايه تقيلة. اللي انا النور قطع يعني على الحاجات على اخر حبة كده صغيرين. قمت غسلتهم برضو على ايدي، ما يعني الحمد لله. زي ما بيقولوا كده ايه خلوا يعني عيال الشقة للشقة. الواحد لما بيكون شقيان وهو يعني من وهو صغير وفاهم يعني يتصرف ازاي في الموقف اللي هو يقع فيه، فالحمد لله بتبقى العملية سهلة خالص يعني. خدتهم بقى على ايدي كده هوت. وبعدين ايه لا الاول بس ما خدتهمش على ايدي، انا قلت ايه استنى شويه على بال ما النور ما يجي. وحبيت اوريكم برضو الارانب الصغيره، بقى لي كتير ما وريتكوش وانتوا بتحبوا تشوفوا الحاجات اللي هي الصغيره ديت.
امهم طبعا اهي قومتها من عليهم. على فكرة هم كانوا 3، مات منهم واحد والحمد لله اتبقى منهم 2. بصوا الارانب بتحب تنام تحت خالص، تحت القطن كده، وبتحب تتدفى وبتبعد عن اي دوشة يعني. طلعتهم، بصوا كانوا يعني كانوا عمالين يقعوا من ايدي بصراحة. طلعتهم، قلت بقى كده ايه اشوفهم هيمشوا على السلك ولا لا. لو كانوا هيمشوا على السلك كده اسيبهم مع امهم ترضعهم، واشيل خالص القطن دوت والحاجات دي كلها. فاكتشفت اللي هم لسه ما فتحوش عينيهم قوي يعني، تمام. او واحد فتح والتاني لا، اهو. واحد فتح عينيه والعين التانية لا. فقلت لا، انا بصوا عملت ايه دلوقتي. انا جبت قطنة وبليتها مية. بصوا العين بتاعته مقفولة خالص ازاي، اهو. يعني هو مفتح واحدة ومقفل التانية، فكده في حاجة حيشاها في مثلا عيني عايزة تتنضف وكده اهو. وفعلا لما جبت قطنة ومسحت عينيه كده اهو، عينه اتفتحت بكل سهولة. بتبقى برضو ايه ده عدم رعاية من الام. الام ما بتلحسهمش كده وما بتنضفهمش يعني. هي الام ديت اساسا يعني ربنا يكرمها كده، هي متعبة، ام متعبة بصراحة. يا اما تهمل عيالها يا اما تسيبهم كده. هي ام متعبة، لازم الواحد ايه يدور وراها وياخد باله بصراحة. فتح عينه اهو، اهو. المفروض الحاجات دي كلها دي وظيفة الام. نضفتهم بقى وقلت ايه اسيبهم مع امهم كده واشيل الكلام دوت كله، علشان مفيش حاجة تتعب يعني، او عينيه يوجع ولا اي حاجة. وسبتهم بقى ايه، بصوا شايفين يعني، حسيت ان الارنب الصغير فرح بصراحة، فتح شاف اهو. اديتك في عينه بس ايه لما خلاص نشفت بقى من المية. آه، بصوا انا عشان اضمن برضو اللي هم لو ما رضعوش من امهم، حطيت لهم حتة البطيخة ديت يلحسوا فيها، يبدأوا بقى يتعلموا الاكل. واول حاجة ما يتعلموا عايزين مية يعني، ده بدل المية البطيخ ده، او اي حاجة بقى فيها مية، هم بقى ايه يقعدوا يعني مع نفسهم بقى يتعلموا بقى الاكل وكده اهو. بس غطيتهم بقى كويس علشان مثلا لو في قطة جت او لو هوا جامد. غطيتهم من جميع الجهات زي ما انتوا شايفين كده، بغطيهم كده اهو. وقلت بقى ايه انضف تحتيهم عشان بيبقوا عاملين زريبة بصراحة تحتيهم اهو. كان برضو النور ما جاش بعد ما خلصت معاهم النور ما جاش. قلت لا، انا هاخدهم بقى ايه حتة حتة كده على ايدي. الباقي هم ما كانوش كتير بصراحة، كانوا حاجات صغيرة. برضو الواحد برضو لازم يتصرف، ومش هقعد طول النهار انا بقى مستنية النور والكلام ده كله. واهو نضفت تحتيهم كويس. بيبقوا عاملين بصراحة يعني لو ما عملتش كده قدام الباب هيبقى عندي دبان لا، انا رايح دماغي. واولا باول كده انضف لهم وبالمرة يعني وانا بغسل بس. والدنيا بقت زي الفل كده اهو اهو. لو وصلت معايا بقى للحتة ديت ما تنسوش اللايك يا جماعة بالله عليكم. هنرجع بقى للفول. كانت طبعا عدى حوالي ساعتين كده. الفول اتشرب شوية. بصوا كل الحاجات اللي انا حطاها بصوا اختفت ازاي. مش هيبقى ليها اي اثر، هيبقى ليها اثر بس ايه في الطعم. بتدي طعم جميل قوي، والريحة والله بتقلب البيت، بتبقى جميلة جدا. ريحة الفول بالطريقة ديت بتبقى عسل عسل عسل. خلاص بقى استوى اهو. طفيت عليه بقى وقلت بقى ايه علشان العيال بصراحة جاعوا معايا طول اليوم. فحطيت لهم بقى الفول. عايزه اقول لكم بصوا ما قعدش حتى الحبه اللي قعدت كمان. انا عندي عيالي بيحبوه مش صحيح كده، بيحبوه بضربه لهم في الخلاط، تمام. اللي قعد ضربته لهم في الخلاط يا دوبك يعني اتغدينا منه وفطرنا منه تاني يوم. وكل ما بيقعد طبعا كل ما بيتقل، لازم ازود له ميه اهو. طبعا احنا حاطين كل حاجه فيه جواه، مش ناقص بس الا شويه ملح وشويه زيت. حاطين له الليمون وحاطين له الطعم وكل حاجه، ولو في حبه طحينه كمان نحطهم هيبقى مية مية. عايزه اقول لكم انا بقيت الحله كلها ضربتها في يعني خليتها بصوا مطحون كده. ها ما قعدتش من الطعم الجميل بصراحه. يلا بقى لو ما كنتوش بتعرفوا تعملوا الفول اعملوه بالطريقه دي والله جميل جدا. وطبعا احنا عملت معاه طبق سلطه معتبر اهوت. وكان فيه تاني من السلطه علشان للي ياكل، بس ما كنتش حاطه عليها ملح علشان طبعا تحتفظ ما تبقاش ميه يعني اهو. وده كان يومنا النهارده، يا رب يعجبكم.
تنسوش بقى في اللايك يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.